عمرك دخلت مكان وانت مبسوط وخرجت منه مكتئب من غير اي سبب؟ او كلمت حد دقايق بسيطة فجأة لقيت روحك تعبان وشايل الهموم ومش مبسوط وزعلان. في ناس بتسرق طاقتك بس من غير ما بتمد ايديها، وفي ناس تانية بتحط فيك مشاعر مش مشاعرك وطاقة مش طاقتك. السؤال هنا بقى، انت بتحمي طاقتك ازاي؟ ولا سايبها مباحة للجميع، لكل عابر سبيل يجي يحط فيك طاقة مش طاقتك ومشاعر مش مشاعرك ويسيبك ويمشي؟ الطاقة والمشاعر عاملة زي المال والصحة بالظبط، لها حد ولها قدرة. مش من الطبيعي انك تفضل تشيل هموم غيرك كل يوم وتعيش بقى في صراعات مش صراعاتك وتتأثر بمشاعر مش مشاعرك. في ناس بتيجي في حياتك على شكل صحاب لكنهم عبء نفسي مستمر، شكاوى دايما ودراما وغضب وقلق، مشاعر سلبية وطاقة سلبية كل يوم بتتسلمها ومن غير ما بتاخد بالك. والمشكلة انك لو ما حميتش طاقتك دي وحميت مشاعرك دي هتبقى بتاخد دور كل الناس، يعني بتاخد دور اي حد وطاقة اي حد غير دورك انت وغير طاقتك انت. تبقى خايف على مشاعرهم وزعلان بدلهم ومتوتر على مشاكلهم هم، وبالتالي حياتك انت هتقف مكانها وهتبقى عايش حياتهم هم. احمي نفسك من امتصاص المشاعر اللي انت مش ليك، دي اصلا مش بتاعتك. التعاطف طبعا شيء عظيم جدا، بس انك تشيل مشاعر الناس بالكامل ده شيء مؤذي جدا لروحك. مش من الواجب انك تكون حائط صد لكل موجة حزن، ومش من الواجب انك تحل كل ازمه او تستقبل كل طاقه بتترمي في وشك. الناس نوعين، خلي بالك، في نوع من الناس بيديك طاقه، وفي نوع بيستنزفك دايما حتى اخر نفس، ياخد منك كل شيء ويستنزف منك طاقتك ومشاعرك وكل شيء. حط حدود، اجعل حدودك دايما واضحه، انت مش متاح طول الوقت. ما تجاملش على حساب راحتك النفسيه. قول لا دايما لما تحس بالقلق والتوتر الزياده والضغط الزياده اللي عليك. ابعد اي حد وابتعد عن اي حد من اللي بيخليك دايما اسوأ مما انت كنت عليه. احتفظ دايما بمساحتك الامنه مهما كان القرب ومهما كان درجه القرابه من الشخص ده منك. الراحه النفسيه دي مش انانيه، الراحه النفسيه دي ضروره للحياه. حافظ على نور روحك قبل ما تطفي مشاكل غيرك، وحافظ على طاقتك، لان ضعف الطاقه ده يعني انت بتضيع وسط العالم. ودايما خلي بينك سبيس، بينك او مسافه بينك وبين الناس ان هي تيجي تحط فيك مشاعر او طاقه مش بتاعتك تسيبك وتمشي. ولو حسيت ان الكلام ده لمس فيك شيء، او بتعرف ناس برضه بتعمل كده او بيتعمل فيها كده، ممكن تشارك الفيديو ده معاه. وما تنساش دايما ان مشاعرك هي حقيقتك وطاقه روحك هي راس مالك. اشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم.